كالمة يخرب بيت مرجلتك يا رجل. وخلونا من الهدف. ديميرال قام ب 11 حركة دفاعية اليوم، من ضمنها اعترض أكثر من فرصة للنصر لو وصلت للمهاجم سجلها. ويمكن أهم لقطة هي لقطته مع الصانبي يوم راح يواسيه بعد الهدف الأول، وختمها بالهدف اللي أعلن فيه فوزه الأهلي بمباراة ما كان يستحق يطلع منها الأهلي إلا بالانتصار صراحة. ونفس الكلام لمحمد بكر اللي قدر يعوض غياب إيبانيز، أو بشكل أصح ما حسسني بغيابه أساسا. وما هي غريبة عليه، عوض غيابه بداية الموسم. وتعجبني هالنوعية من اللاعبين اللي يرضى بالدكة ومتى ما توفرت لها الفرصة قدم لك مستوى عظيم. فالاهلي لازم يحرص على محمد بكر ويبني عليه التشكيله برضه مستقبلا بعد خروج واحد من الاثنين، يا ايبا او ديميرال. وخلونا نخلي المقطع كله عن المدافعين. زكريا هوساوي قدم مباراه هجوميه متوازنه بامتياز، طلع فيها ببري اسيست ومرر تمريره مفتاحيه بنهايه الشوط الاول برضه، لكن ضيعها بالاخير توني. وبشكل عام ما شفت صعود هجومي لزكريا غير الانطلاقتين هذه. فالواضح ان ماتياس مقيد ادواره الهجوميه، لان عارف ان زكريا اذا تقدم بيترك شوارع وراه. فقرار بقائه بالدفاع انا اشوفه عظيم ويحسب الماتياس. عموما فوز مهم للاهلي من جميع النواحي، اهمه ان الفوز اعطاه امل بالمنافسه. ثانيا راح يفيد احصائيا كثير، لان الاهلي من 10 سنوات ما فاز على النصر بجده. وباركت لكم بالمقطع الاول، وارجع ابارك لكم الحين لانكم تستاهلون.